امبارح بالصدفة شُفت إعلان لهاني رمزي، إعلان كوتونيل، وهو الإعلان دوّة من الإعلانات اللي هي كانت اتعملوا من 10، 15 سنة وكان عليه هجوم كبير في وقت ما عمل الإعلان الأولاني، وطلع دافع عن نفسه، وهو كان في الوقت دوّة نجم كبير، ليه أفلام باسمه، غبي منه فيه، جواز بإقرار جمهوري، محامي خُلع، زازا، عايز حقي، كانت أفلام مسمّعة في السينمات، وكان هاني رمزي ده الناس بتدخل له سينما، وكان مش أعلى إيرادات بس واحد من أعلى توب 10 في السينما، وبيحقق ايرادات كل سنه، وافلامه بتنجح. كان عامل نجاح كبير على المسرح، عامل نجاح كبير في التلفزيون، كان عامل مسلسل مبروك جالك قلق، كان عامله راديو وبعد كده عامله تلفزيون. كان نجم ليه بريق، ونجم كوميدي كبير يعني. لحد دلوقتي احنا بنضحك على حاجات كتير من الافلام اللي عملها والمسلسلات اللي عملها، وفجأة اختفى. المرحلة العمرية الجيل بتاعه اختفى، هنيدي الناس بتقول عليه اتطفى، احمد حلمي. هو بس هاني رمزي يعني كان نجم ليه بريق كبير جدًا، كان حتى في أعز نجاحه عمل حاجات مع أحمد زكي زي فيلم الناظر 56، كان طالع بدور سامي شرف، كان عامل دور جد جدًا، عامل أدوار جد، عمل حاجة مع أمير كرارة من سنتين 3 دور جد، ليه حاجات أفلام دينية مسيحية جد كتير، هو بيعمل فيها أدوار جد. آه، لأ ممثل ليه بريق وليه حالة خاصة، ما اعرفش ليه اختفى، يعني ما عنديش سبب على الساحة. اعتقد ان هو لازم يعني من النجوم اللي هي يتعرض عليها شغل. انا عارف ان هو دخل في موضوع البرامج اللي كان بيقلد رامز جلال، وكانت البرامج دي سيئة، وخدت من شعبيته وخدت من جماهيريته، ما نجحش فيها. بس هو عمل افلام في فترة من الفترات، من بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية، كان هو طلع مع هنيدي، عمل أفلام ناجحة. صعيدي رايح جاي كان ناجح جدا، كان هو ماجد الكدواني. فأتمنى إن تتوفر له فرصة إن هو يشتغل يعمل شغل يكون مناسب لموهبته، م- يكون مناسب يعني. مش عارف هو يعني ليه بيميل يعني لآخر أعمال ليه، آخر أفلام ليه ما كانتش حلوة خالص يعني، نوم التلات ولا حاجة كانت صعبة يعني. بس هو ليه رصيد عند الجمهور على ما أعتقد، رصيد كبير يسمح له إن هو يرجع تاني. وأتمنى إن هو حاجة ترجع مثلا هنيدي وهاني رمزي وأحمد السقا وطارق لطفي، حاجة كده زي ما قالوا هنعمل الصعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء التاني، يعملوا حاجة كده، حاجة هو وماجد الكدواني يعملوا صعيدي رايح جاي في جزء تاني. الحاجات دي تبقى حلوة حلوة قوي بقى، واللي انت تقعد تفتكر ايام زمان، هتبقى حاجات تحفة اساسا.